السلام عليكم البنات، جيتكم اليوم بهذه الفكره. كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم، اللي هي كيفاش نصبغوا الخشب ديالنا او اثاث كان عندنا قديم، فنحاولوا كيفاش نغيروا ليه اللون ديالو. فراه ها هو كيفاش كيجي صراحه، فكتكون نتيجه رائعه رائعه رائعه. فها هو عاد بحال جديد، بحال انا شاريه جديد. فاللي همو الامر، اللي همو الموضوع ان شاء الله فيتبع معايا الفيديو حتى الاخير. كناخذوا هذا الكاغط الحرش، سولت عليه ديك المره قلت لهم واش سميتو، قالوا لي سميتو كاغط الحرش، مع ان انا ما عارفاش سميتو بالتفصيل، ما عرفتش. انا قلت لكم ديك المره ليخا، المهم حيت حنا كنقول ليه هنا ليخا. اللي عارفه الاسم ديالو باللغه العربيه تكتبوا لي لتحت في التعليق. كنحك الخشب مزيان مزيان مزيان، كنحكو اي بلاصه بغيت نصبغها الا وما خصني نحكها قبل ما ندير فيها الصباغه، لان الصباغه ما كتشدش، وهذا الخشب ماشي مصبوغ، وهذا راه ماشي خشب. هنا في اوروبا تقريبا ما بقاش عندنا كاع الخشب. خشب داك اللي كما عرفتش كيقولوا ليه فرشي تقريبا. كيكون عيم مغلفين وهكا من الفوق، او دايرين ليه هذيك القشره يعني. فهذيك القشره هي فلا تحكات، وهذا فرات هي كتعطي نتيجه زوينه في الصباغه. فرا انا صبغت داك المنظم ديال ولادي، وصراحه صدقات لي النتيجه زوينه ديال الصباغه ديالته. ودابا انا بغيت نصبغ هاد الكوافوز او كومودينا، ما عرفتش شنو كيقولوا ليها باللغه العربيه حتى هي. فاول حاجه كنصبغ هاد الجوانب هادو بشيشيتا ضروري، لان الرولو ما كيوصلش لبعض الاماكن. هو الاماكن اللي هي مثلا خشبه ملسه فراه الرولو كيصبغها بلاش ما تستعملي الشيتا. بالحق اللي فيها هكا جوانب ما كتدخلش ليهم الرولو، فضروري خاصنا نستعملوا هكا شيتا، هي اول حاجه. وبغا نشكر واحد الاخوات والبنات اللي مشاركات معايا، بغاو يمشيو يشاركوا في القنوات ديالهم. صراحه زوروا القنوات ديالهم شوفوهم، ولو يعجبكم ممكن تشاركوا فيهم. مطبخ فرح كنشكرها بزاف لانها دعماتني صراحه في قناتها وانا ما كنعرفهاش. شهيوات ووصفات الجمال مع سندس، هي كنشكرها بزاف بزاف بزاف، قالت هضره في حقي وانا صراحه ما كنعرفهاش، ولا هي كتعرفني. صراحه عندها روح رياضيه اللي هي جميله، عجبتني بها بزاف. كنشكر اختي بزاف، وكنتمنى البنات اللي مشاركات معايا يشاركوا في القناه ديالك، لان صراحه قنواتهم كاع في المستوى، كاع كيطرحوا مواضيع اللي هي زوينه. عالمك سيدتي مع ام اشرف، صراحه هي واحد الانسان اللي كتطرح مواضيع زوينه، هي وصفات المواضيع يعني. صراحه دارت البارح واحد الموضوع ما حضرت ليش، لان كنت ما مسالياش داكشي علاش ما حضرت ليش اختي، كنعتذر. كنحاول بانني انا نتبعهم كاملات، كنحاول بانني نشجع على قد ما قدرت، مع انني كنخدم عندي وليداتي، كنحاول نجي نكمل هادشي في داري. فراه هادشي اللي خلاني انا نتعطل بزاف، وهو بانني يا خدمه يا مع ولادي في المدرسه، يدي هادي جيب هادي، يا كندعم في الاخوات، كنحاول بانني نتفرج في الفيديوهات، كنحاول بانني نخليهم مخزونين كاملين حتى كنسالي وعاد كنتفرج وبلي لايك، وكنحاول بانني ندعم على قد ما قدرت. فكما كتلاحظوا فالصباغه كنحاول بانني نمشي في اتجاه واحد، ما كنحاولش نمشي في اتجاه هكا وهكا. وكان ندمج اللون مزيان، وكنحاولوا ما نكتروش الصباغه، لان الا كترناها كتبقى لينا بحال دامعه شويه. كنحاولوا باننا نديروا الصباغه داكشي اللي حنا محتاجين ليه، يعني نهزوا القياس في الرولو اللي حنا محتاجين ليه، ما نهزوش بزاف. وكنحاولوا نبقاو ندمعوا اعتذر ندمجوا في اللون حتى كيتدمج لينا مزيان، كيعود يبان لينا السطح بانه راه مزيان. هنا تقطع ليا انا هذا الرولو، فراه غادي نغيرو ها هو وريتو ليكم. خليته مرقد في الدولي وخسر ليا صراحه. هذا هنا فاش نشفات ليا الصباغه، هذه الكوش الاولى اللي دوزت، يعني الوجه الاول اللي دوزت الصباغه. فمن بعد فاش كتنشف كيبدا يبان شويه الخشب، هي في الاول ما كيكونش يبان، ملي كتبدا تنشف وكيبان. فلهذا خاصنا ندوزو كوش اخرى، ولكن فاش دوزو الكوش الثانيه خاص الاولى تكون نشفات، يعني تتنشف مزيان 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 عاد باش تعاودوا تصبغوا عاوتاني الكوش الثانيه. فهنا ها هو صبغته، غنخليه ينشف، وهنا غادي نوريه لكم دابا باش غادي تشوفوه. فراه صراحه فاش كينشف كتجي الطريقه رائعه، يعني انا عجبني، لان شوفوا ما كيخلي لا لون لا والو، المهم كتبقى الطريقه زوينه. هنا غادي نحاول بانني دابا نركب لهم
واحد البوانيات، فما غادي نوريه لكم لان هاد البوانيات كانوا جاوني انا بحالهم في السرير ديال ولادي. ها هما كما كتلاحظوا. ما لقيتش بحالهم، لقيت قرابين ليهم، جبت هادو يعني فراهم قرابين ليهم ما باينينش بزاف. درك ان شاء الله فاش ندير لكم جوله في الغرفه فراه غادي نوريكم كلشي. هذا هو الكومودينو، فها هو او كوافوز، فها هو تيجي على هذا الشكل. كنتمنى بان الاخوات يتشجعوا ويجدوا الاثاث ديالهم في الدار، علاش لا؟ لان صراحه فكره رائعه. كنشوف الاجانب بزاف كيتطرقوا ليها وحنا اللي ما كنتطرقوش لها العرب بزاف. شكرا لكم كاملين، وكنشكر كاع الاخوات المشتركات معايا. شكرا لكم بزاف، واللي عجبها الفيديو تشترك ودير لي لايك، وشكرا لكم بزاف ومع السلامه. وشكر يعني قليل 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 في حقكم، شكرا لكم بزاف.